تخيل معايا الموقف. ضربتي تمارة سنين وسنين، جمعتي درهم بدرهم، خدمتي بالليل وبالنهار باش تشري ديك الدار اللي كتجمعك مع وليداتك وعائلتك. واليوم من بعد هذا التعب كامل جات الفرصة أخيرا باش تبيعها وتربح فيها شوية ديال الفلوس، باش يمكن تشري ما أحسن ولا تفرح وليداتك وتزيد بهم القدام ولا تحسن الوضعية المادية ديالك. مشيتي عند النوطير، انت فرحان ومرتاح، الأمور غادية مزيان، وريقاتك مقادين، وفجأة كتنزل عليك الصدمة بحال شي ما بارد في أيام البرد. الدولة غادي تقطع ليك 20%، و20% راه مبلغ كبير، غادي تقطعوا ليك من داك الربح اللي كنتي معول عليه وباني عليه أحلامك. هذه هي الضريبة اللي كتسمى ضريبة الأرباح العقارية، أو اللي معروفة بزاف عند الناس بالتي بي إي. هذا المبلغ بوحدو يقدر يهرس ليك الخطط ديالك كاملة، ويخليك تحس باللي داك المجهود والتعب ديالك كامل مشى فابور. ولكن واش كاين شي حل باش تبيع دارك وتاخذ فلوس كاملة بشكل قانوني 100% ودير رزقك لدارك؟ الجواب هو نعم، وبكل تأكيد كاين الحل. كاين شروط دقيقة قانونية وواضحة جدا، إلا عرفتيها وطبقتيها بالحرف الواحد، إدارة الضرائب ما غتاخد من عندك حتى درهم واحد، وغادي تخرج مراسك مرفوع ومرتاح. في هذا الفيديو غادي نشرح لك هاد الشروط خطوة بخطوة وبطريقة مبسطة، باش تعرف مالك وما عليك وتضمن حقك بلا مشاكل وبلا صداع الراس. قبل ما ندخلوا في التفاصيل العميقة ونفككوا هذا الموضوع اللي كيهم كل مواطن مغربي، يلا كنتي أول مرة كتشوف هذه القناة وكيعجبك هذا المحتوى اللي كيشرح لك حقوقك، كنطلب منك دير اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد، وتخلي إعجاب للفيديو، وتكتب لي أي سؤال طاح في بالك في التعاليق لتحت. هاد الشيء كيعاوننا باش نستمروا، والاهم من هاد الشيء كامل هو انني كنقرا التعاليق ديالكم كامله وحده بوحده، وكناخذ منها الاسئله ديالكم باش نجاوب عليها في الفيديوهات الجايه. الدعم المستمر ديالكم هو اللي كيخلينا ديما واقفين في صف المواطن البسيط وكنقلبوا ليه على الحلول. اجي دابا نفهموا القانون كيفاش داير ونبسطوه باش كل شيء فهم. القانون المغربي ما دارش غير باش يضيق عليك وياخذ لك فلوسك، بالعكس راه عطاك مخرج قانوني واضح، ولكن حط شروط باش ينظم الامور. باش تستافد من الاعفاء الكلي من هذه الضريبه ديال 20%، خاص يتوفر فيك واحد من هذه الشروط الاساسيه اللي غادي نذكر لك دابا بالتفصيل. الشرط الاول وهو الاهم واللي كيطبق على الاغلبيه الساحقه ديال الناس، هو ان هذا العقار اللي باغي تبيع خاصو يكون هو السكن الرئيسي ديالك لمده 6 سنين على الاقل. ركز معايا مزيان في هذه النقطه، قلت لك السكن الرئيسي، يعني الدار اللي ساكن فيها انت وعائلتك بشكل مستمر ودائم ويومي، ماشي دار شاريها ومخليها للعطله سد عليها مره مره كتمشي ليها، وماشي دار شاريها وكاريها لشي حد اخر وكتستافد من الكرا ديالها. خاصك تكون ساكن فيها فعليا ومستقر فيها لمدة 6 سنين بلا انقطاع، باش القانون يعتبرها سكن رئيسي ويعفيك من الإعفاء الكلي. ندوزو دابا للشرط التالي اللي حتى هو مهم بزاف وكينفع شريحة كبيرة من المجتمع. كيتعلق هذا الشرط بالثمن البيع الإجمالي للعقار ديالك. القانون كيقول لك يلا كان ثمن البيع الإجمالي للعقار ديالك أقل من 14 مليون سنتيم، يعني 140 ألف درهم، في هذه الحالة راك معفي أوتوماتيكيا من الضريبة على الأرباح العقارية. هذا الشرط دارته الدولة باش تعاون وتخفف على الناس اللي عندهم عقارات بسيطة جدا أو اقتصادية، باش يقدروا يبيعوها ويحسنوا الوضعية ديالهم بلا ما يتقلوا عليهم بالضرائب. والشرط الثالث كيخص تحديدا الناس ديال السكن الاجتماعي اللي شارين شقق اقتصادية. القانون كيقول إلا بعتي سكن اجتماعي وقررتي تعاود تستثمر داك الثمن البيع كامل باش تشري سكن آخر بشروط محددة، القانون كيعفيك من الضريبة. الهدف هنا باين وواضح، هو تشجيع المواطنين باش يحسنوا الوضعيه السكنيه ديالهم وينتقلوا من سكن لسكن احسن ومريح اكثر، بلا ما تضيع لهم الفلوس اللي يجمعوا بصعوبه في الضرائب. دابا ركز معايا مزيان وحل ودنيك مزيان، حيت هنا فين كيطيحوا الاغلبيه الساحقه ديال المواطنين. بزاف ديال الناس بحسن النيه كيقولوا مع راسهم راه داري هادي سكنت فيها سنين، كيعرفوني الجيران كاملين، والمقدم ديال الحمار عارفني ساكن هنا وكيعرف ولادي، صافي غادي نبيع ونمشي بحالي ما عندي مناش نخاف. كيبيعوا الدار وكيدوزوا شهور وهما مرتاحين، وفجأة كيدق عليهم البوسطاجي في الدار الجديدة وكيعطيهم ورقة مرعبة من إدارة الضرائب. هاد الورقة هي اللي كتسمى غودغيسمون فيسكال أو المراجعة الضريبية. وهاد الورقة كتكون فيها صدمة كبر من الصدمة الأولى، حيت كطالبهم باش يخلصوا الضريبة ديال 20% اللي هربوا منها، وزايدين عليها غرامات التأخير وضعائر اللي كتكبر وكتزاد مع كل شهر داز. علاش هاد الشيء كامل؟ وكيفاش وقعوا في هاد المشكل؟
الجواب بسيط جدا، وخاص كل مواطن يفهمه ويديروا حلق في ودنه. إدارة الضرائب ما كتعرفش شي حاجة سميتها راه داري هادي ولا راه كيعرفوني الناس والمقدم ديال الحومة. إدارة الضرائب كتعرف لغة وحدة وحيدة، هي لغة الوثائق والأوراق الرسمية اللي مكتوبة ومسجلة. الفخ الأكبر اللي كيطيحوا فيه الناس بجهل منهم هو عدم تطابق عنوان البطاقة الوطنية مع عنوان العقار اللي تباع. شحال من واحد كيسكن في دار وما كيبدلش لا كارت ناسيونال ديالو، كيبقى مخلي فيها العنوان القديم ديال دار والديه ولا دار كان كاريها شحال هادي. ملي كيبيع وكيمشي طالب بالإعفاء، كتقول له الضرائب جيب لي لا كارت ناسيونال نشوف. كيلقاو العنوان ماشي هو هذاك، كيقولوا له هادي ماشي سكن رئيسي ديالك، هادي دار ثانويه كنتي شاريه، خلص الضريبه ديالك دابا. مشكل آخر خطير بزاف هو انقطاع استهلاك الماء والكهرباء. إدارة الضرائب كتمشي تقلب في ملفات الوكالات، يلا لقاو الكونتور ديال الضوء والمطايح لمدة شهور، أو الاستهلاك قليل بزاف بحال ما ساكن حد، غيقولوا لك الدار كانت خاوية، إذا ماشي سكن رئيسي. هادو هما الثغرات القاتلة اللي كيخليوك تخلص الضريبة وخا تكون بصح ساكن في الدار وكتعتبرها سكن رئيسي. إذا من بعد ما عرفنا هذه المشاكل، شنو هو الحل النهائي؟ كيفاش تسد الباب نهائيا على أي مراجعة ضريبية وتكون مرتاح ومهني مع راسك ومع الدولة؟ الحل هو توجد واحد الملف اللي كنسميه أنا شخصيا ملف النجاة، وهذا الملف خاصك توجده وتقادو قبل ما تفكر تمشي عند النوطير باش تبيع دارك. أول حاجة وأهم حاجة في هذا الملف هي البطاقة الوطنية ديالك. خاص العنوان اللي مكتوب فيها يكون هو نفس عنوان العقار اللي باغي تبيع، وخاص تكون دازت عليها 6 سنين وهي بداك العنوان. يلا كنتي بدلتيها وما بقاتش تبان المده ديال 6 سنين، خاصك ضروري تمشي تجيب شهاده السكنه من عند السلطات كتلخص هذه المده كامله ديال 6 سنين باللي راك كنتي ساكن في ذاك العنوان بلا انقطاع. ثاني حاجه في هذا الملف النجاة هي فواتير الماء والكهرباء. هاد الفواتير خاصها تقول بالسميه ديالك انت شخصيا، ماشي بسميه المالك القديم اللي شريتي من عنده ولا شي حد اخر. وخاصها تكون متسلسله، يعني شهر بشهر. والاهم من هادشي كامل، خاص يكون فيها استهلاك منطقي وطبيعي كيدل على ان الدار مسكونه فعلا وفيها عائله عايشه، كتشعل الضوء، كتفرج في التلفازه، وكتستعمل الماء يوميا. وثالث حاجه، وهذه هي النقطه اللي كيغفلوا عليها بزاف ديال الناس وكيخلصوا عليها الثمن غالي، هي الاقرار الضريبي او اللي كنسميوه لا ديكلاراسيون. سمعني مزيان في هذه النقطه وحل عقلك. نهار تبيع دارك وتشد فلوسك، القانون كيعطيك اجل ديال 30 يوم فقط باش تمشي تحط الاقرار ديالك عند اداره الضرائب. كتمشي عندهم وكتقول لهم انا راني بعت داري وها هما الوريقات والملف ديالي اللي كيثبتوا باللي راني كنت ساكن رئيسي، اذا انا راه معفى قانونيا. الكارثه هي ان بزاف ديال الناس كيقولوا انا راه معفى من الضريبه، اذا ما عندي علاش نمشي عندهم ونصدى راسي. يلا فوتي هاد الاجل ديال 30 يوم وما درتيش لا ديكلاراسيون، غادي تخلص غرامه تاخير واخا تكون في الاصل معفي من الضريبه الاصليه ديال تي بي اي. ردوا البال مزيان لهاد القضيه ديال 30 يوم، راها مهمه بزاف وتقدر تكلفكم فلوس صحيحه بلا فايده. وصلنا دابا للفقره اللي كتعجبكم بزاف واللي كتسناوها في كل فيديو باش تستافدوا من تجارب وحدين اخرين. جمعت اهم الاسئله اللي كطرحوها ليا ديما في التعاليق لتحت وفي الميساجات اللي كيوصلوني على مواقع التواصل الاجتماعي بحال يوتيوب وفيسبوك وانستغرام بخصوص هذا الموضوع ديال ضريبه الارباح العقاريه، وغادي نجاوبكم عليها دابا بالزربه وبكل وضوح، بحال يلاه جالسين في شي قهوه وكنهضروا ونشرحوا لبعضياتنا. السؤال الاول جانا من عند واحد المتابع وفي مسمي راسو محمد ايمو، كيقول فيه انا ساكن في الدار ديالي 5 سنين و8 ديال الشهوره، وجابت لي ثمن مزيان في السوق وبغيت نبيع دابا، واش نعفى من الضريبه؟ للاسف يا اخ احمد، الجواب هو لا بقاطعه. القانون المغربي صارم وواضح جدا في هذه النقطه بالذات وما فيهش اللعب. 6 سنين كتعني 72 شهر بالتمام والكمال، نهار على خوه ما ناقصه حتى نهار. يلا بعتي نهار واحد قبل ما تكمل ديك 6 سنين كامله، المفتش الضريبي غادي يحسب لك الضريبه على الارباح العقاريه كامله. نصيحتي ليك كاخ، صبر هاد 4 شهور اللي بقات ليك، كمل 72 شهر ديالك القانونيه وعاد سير عند النوطير وبيع دارك باش تاخذ اعفاء قانوني وترتاح من اي متابعه ضريبيه. السؤال الثاني جانا من عند خديجه من مدينه الرباط، كتقول العنوان اللي في لاكارت ناسيونال ديالي ماشي هو عنوان الدار اللي ساكنه فيها وباغا نبيع، ولكن فواتير الضوء والماء جايين بسميتي وكيخلصهم ديما. واش هادشي كافي باش نستافد من الاعفاء؟ هذا هو الفخ الكبير والخطير اللي يلاه هضرنا عليه يا اخت خديجه. الفواتير ديال الماء والضوء بوحدهم عمرها ما كانت كافيه، وممكن تدخلك في متاهات ومشاكل طويله ومعقده مع المفتش الضريبي اللي كيقلب على الحجه القويه. البطاقه الوطنيه هي الدليل الاقوى والاهم قدام اداره الضرائب. من الاحسن وكنصيحه ذهبيه لجميع المواطنين، ديما مجرد ما تسكني في شي دار جديده وتستقري فيها، سيري نيشان بدلي لاكارت ناسيونال ديالك للعنوان الجديد باش تبدا تحسب لك المده القانونيه من نهارك،
وتفادي اي مشكل في المستقبل نهار تبغي تبيعي. السؤال الثالث والاخير في هذه الفقره من عند يوسف فلوك، كيقول: انا شاري بقعه ارض، يعني ارض خاويه ما مبنياش، هذه 10 سنين، واش حتى هي فيها اعفاء يلاه بعتها؟ سؤال ممتاز جدا يا يوسف ومهم بزاف باش نوضحوا الصوره للجميع. الاعفاء ديال 6 سنين كيخص حصريا السكن الرئيسي. شنو كيعني هادشي في القانون؟ كيعني دار مبنيه وفيها السقف ومسكونه فعليا بالناس. الاراضي العاريه او البقع الارضيه اللي ما فيهاش بني ما فيهاش نهائيا اعفاء السكن الرئيسي. يعني بكل بساطه غادي تخلص عليها ضريبه تي بي اي، يلا حققتي فيها ربح مهما طالت المده اللي بقات عندك ديك الارض، واخا تفوت 20 عام. الاستثناء الوحيد في هذه الحاله ديال الاراضي واللي كيكون في حالات خاصه جدا ونادره، هو يلا تم نزع الملكيه ديال ديك الارض للمنفعه العامه من طرف الدوله، ديك الساعه كيكون اعفاء. اما البيع العادي بين الشاري والبيع فراه خاضع للضريبه بلا نقاش. في النهايه ديال هذا الفيديو بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه وخاصكم ديروها في بالكم. القانون دار باش ينظم المعاملات بين الناس والدوله، واداره الضرائب كتقلب غير على حق الدوله، وهذا شيء طبيعي وقانوني. ولكن في نفس الوقت حتى انت كمواطن بسيط حقك خاصك تعرفه وتدافع عليه بالوثائق المضبوطه والمعلومات الصحيحه اللي كيعطيها لك القانون. هادشي علاش حنا هنا باش نوريوك الطريق، نوقفوا معاك ونشرحوا لك داكشي اللي كيبان معقد. وجد وراقك، ضبط امورك، قاد ملفك قبل ما تبيع وما تخلي حتى تغرى منين يدخلوا لك صنايع. يلا في هذاك هاد الشرح وهذا الفيديو كنطلب منك بعفويه تخلي لنا اعجاب وبارطاجيه مع شي واحد من عائلتك ولا صحابك عارفو باغي يبيع دارو باش حتى هو يستافد ويحل عينيه وما يضيعش فلوسه اللي ضرب عليهم تماره. وكتب لي في التعاليق لتحت شنو هو المشكل الضريبي ولا القانوني اللي بغيتوني نفككو ونهضر عليه في الفيديو الجاي باش نساعدكم. انا معكم ديما وكنوقف في صفكم باش نحميو حقوقكم. تهلاو في راسكم ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.